من امبارح الدنيا صياح، بس من امبارح الدنيا هيجنة بس على مسج حصلت امبارح من جمهور نادي الزمالك في ماتش زيسكو، في ماتش وداع كابتن محمد صبري الله يرحمه ويغفر له يا رب. وبرضه ما تنسوش تدعوا له. بنكسب بشأننا يا صبري. حصل صياح وحوارات على جمهور نادي الزمالك بالعبيط. ما شافوش بقيه المسجات، ما شافوش قرايه الفاتحه في الاستاد، ما شافوش اللي حصل مع ولاد محمد صبري، ما شافوش اللي حصل مع اللعيبه بتاعت الزمالك اللي لعبت وجيل محمد صبري اللي كان حاضر مع الجمهور. ما شافوش الكلام ده كله، شافوا بس بنكسب بشقانا يا صبري. عارف ليه ما شافوش غيرها؟ او ده منظوري الوحيد. اللي على راسه بطحه، والله العظيم هي اللي على راسه بطحه بيروح محسس عليها. فهو شافها، نسي كل الكلام ده كله وشاف دي. عشان الجرح بيوجع يلا، والله العظيم. عارف الجرح اللي بيوجع وانت رحت رايح دايس له عليه؟ انا ما شفتهاش غير كده. انت صاحبي على راسك بطحه وعارف ومن جواك متاكد انك بتكسب بالتحكيم والمجاملات والاتحاد والكلام ده كله. فكلمه بشهانه يا صبري، بنكسب بشهانه يا صبري، ضايقتك، حرقتك، شيطت الداخليات اللي عندك. والله العظيم لقيت كميه فيديوهات وبوستات وحاجات غريبه غريبه. اللي هو طب كنتوا ترحموا، طب كنت ما ترحموا، قروا الفتحة، عمل كل حاجه، وبانر او مسج محطوطه لحاجه حصلت زمان وبتحصل على طول فحطوها له. فانت على راسك بطحه فطلعت زعلت واتضايقت. فصاحبي ما تزعلش، ما تتضايقش، لان انت اكدت لي معلومتي. والله يعني عارف، انت لو كنتوا سكتوا محدش يتكلم. ده انا شفت كم فيديوهات بالعبيط. لا عارف، لو كنت كان الموضوع عدى. لكن انت فعلا، انا والله اتاكدت اللي على راسه بطحه وبيحسس عليها وانتوا شفتوها كلها حرقتكوا حرقتكوا. فما معلش معلش.